السلام عليكم. هل الاسيو مات؟ في ناس النهارده بتبيع كورسات جي او وناس تانية بتقفل اسيو ايجنسيز، ولينكدين مليان بوستات اسيو ازداد، اسيو مات، وهكذا. طيب خلينا نفتح الموضوع بهدوء من غير ما يكون في تحيز لا للاسيو ولا للجي او ولا لاي حاجه. مش هندافع عن الاسيو، ولكن هنقول الكلام اللي مش معتاد انت تسمعه في الموضوع ده. هنتعرف بالارقام وبعدين نشوف التفسير الصح للارقام دي، لان المشكله مش في الارقام، المشكله في التفسير للارقام دي. خلينا نعترف بحاجه واقعيه، الترافيك فعلا نزل في مواقع كتير. بعض المواقع بتقول 25%، ناس بتقول 40%، ناس بتقول 60%. الاي اي اوفر فيو بقت بتظهر في حوالي 67% من البي تو بي كويريز، و60% من البحث في جوجل دلوقتي بيخلص من غير ما حد يدوس على اي لينك، يعني زيرو كليك. السي تي ار على المركز الاول في جوجل بينزل النص تقريبا لما الاي اي اوفر فيو بيظهر، واللي هي تقريبا بقت بتظهر في كل سيرش وفي كل اللغات تقريبا. بل السايتد ريسورسز نفسها داخل الاي اي اوفر فيو بتاخد من 2 ل 4% بس، مقارنه ب 18% او 28% للمركز الاول زمان. حتى اتشرفس نفسهم بيعترفوا ان البلوك ترافيك بتاعهم نازل بشكل كبير. فالارقام دي حقيقيه جدا، مش منكرينها ولا متجاهلينها، بس خليني اوريك التفسير الصحيح للارقام دي، لانه بيقلب الموضوع راسا على عقب. اول حاجه الترافيك نزل من 40 ل 60%، وبالتالي الاسيو خلاص ملوش لازمه. بينما في دراسه كبيره شملت 40 الف موقع امريكي في 2025 لقت ان النزول الحقيقي في الاورجانيك ترافيك للمواقع اللي شغاله صح، يعني شغاله بوتوم اوف ذا فانل او ميدل اوف ذا فانل، نزل تقريبا 2% يير اوفر يير، يعني نسبه بسيطه جدا. طب ليه في ناس بتقول 40%؟ لناس بتقول 70 و80%؟ لأن موقعهم نزل 40 و80% غالبا كان 80% من محتواهم informational content أو top of the funnel، يعني مقالات what is كذا كذا، ما هو كذا كذا، أفضل كذا كذا، مش محتوى تخصصي أو middle of the funnel، وإنما محتوى تعريفي عام. ده بالضبط اللي ال AI overview بياكل منه، وكذلك ال AI بقى مستحوذ عليه بشكل كامل تقريبا. بس اللي عنده بوتوم اوف ذا فانل قوي وميدل اوف ذا فانل قوي، يعني صفحات بتخدم عميل قريب جدا من انه ياخد قرار الشراء، سواء بقى جاله العميل ده من التوب رانكينج في جوجل او من الاي اي اوفر فيو او من الاي اي موديل زي تشات جي بي تي وغيره. يعتبر الترافيك فيهم او الليدز فيهم استيبل الى حد كبير، او ممكن كمان بيزيد. الحاجة التانية اللي الناس بتقول عليها هو ان الزيرو كليك بيقلل الاعتماد على الاس اي او، وده لانه بيقلل الترافيك فوليوم على الموقع. وده طبعا صحيح، إلا إنه تفسيره خاطئ، لأني مش بيؤثر بشكل كبير على البيزنس اوبجكتيفز. الفكرة مش إنك تركز في الترافيك، وإنما النتيجة والمحصلة النهائية اللي هي من الآخر الليدز. مواقع كتير دلوقتي أو حتى مع ظهور الاي اي اوفر فيو الترافيك بتاعها بينزل، بينما الكونفرجن از ستيبل تقريبا بشكل كبير أو على الأقل بتزيد. طب ده ليه؟ ده لأن الفلتر بقى بيحصل خارج الموقع. الناس كان ممكن الاول تخش ناس كتير، لكن الفلتره كانت بتتم داخل الموقع. دلوقتي الاي اي سامري بيعمل الفلتر ده، يعني بيجي لك واحد فاهم المشكله، فاهم الحل، عارف ان انت بتقدم حل كويس للمشكله دي، وبالتالي هو عميل محتمل. اللي نزل في الترافيك هم العملاء اللي كانوا مش هيشتروا اصلا، وانما كانوا هيتفلتروا بس على الموقع عندك. دلوقتي الفلتره بتحصل خارج الموقع، سواء كانت في الاي اي اوفر فيو او في الاي اي مودلز عامه. وانا عن نفسي لاحظت ده في شغلي، على الرغم من ان ظهور التغيرات دي كلها حصلت مع المواقع اللي شغال عليها، الا ان الحمد لله السيلز ماشي تمام وفقا للبروجكشنز المحطوطه، حتى لو في هبوط في الترافيك او الزيارات او اليوزرز حتى، الا ان الليدز ستيبل بل بتزيد افضل من البروجكشن الحمد لله. فممكن تقول الاي اي بيخلي العميل يقطع مسافه من السيلز فانل ويجيبه لك في النهايه شبه جاهز على الميدل اوف ذا فانل او حتى على البوتوم اوف ذا فانل. الحاجه الثانيه اللي الناس بتقول عليها ان الاي اي بياكل جوجل والاسيو معاها، ودول ناس في الغالب بيكونوا مفكرين ان الاس يو عباره عن اوبتمايزيشن لجوجل، بينما الاس يو هو سيرش انجن اوبتمايزيشن، وهو ان انت بتوبتمايز الموقع لاي سيرش انجن، والاي اي في مجمله سيرش انجن، وان كان في بعض الاختلافات. بلس ان الاي اي بيشتغل اصلا بناء على 3 طبقات زي ما ذكرنا في الفيديو بتاع هل جوجل مات. اول طبقه هي البيز لاين اندرستاندينج، يعني بيبني فهم من الداتا اللي اتدرب عليها من الويب سايت المفهرس بشكل اساسي. تاني طبقه وهي الراك سيستم، وهي ان لما اليوزر بيسال سؤال الاي اي بيعوز يتاكد من المعلومه، فبالتالي بيروح يجيب المعلومات من الويب لايف عن طريق محركات البحث. ثالث حاجه وهي البرسيشن سيجنالز، وهو ان بيعتمد على سكيما وستراكشر داتا وفيدز وهكذا. الثلاث طبقات دول محتاج فيهم ايه؟ محتاج فيهم ويب مفهرس ومحركات بحث وتكنيكال اس يو جيد. يعني الاي اي بيعيش على اكتاف الاس يو، ومفيد جدا للاي اي سيرش
في النهايه. جوجل نفسه دمج الاي اي داخل نظامه، بقى عندك اي اي اوفر فيو، اي اي مود، جيميناي، ولسه لا زال الى الان بيجي له 16 مليار عمليه بحث يوميا، ولسه بيمثل تقريبا 90% من الحصه العالميه لمحركات البحث، وايرادات في 2029 تقريبا 82 مليار بزياده 14% عن 24. ده مش موت، ده نمو. وراجع الفيديو الخاص بالامر ده، هل جوجل مات؟ الامر الرابع، الناس بتقول عليه ان الجي او بقى بديل للاس يو، بالتالي الاس يو مات. خلينا نفكك الجي او ونشوف هو ايه فعلا. الناس بتبيع الجي او على انه فريم ورك جديد، لما تفككه بتلاقيه عباره عن structured content, intent analysis, authority building, brand mentions, technical optimizations, schema. طيب ده ايه؟ ده الاس يو من سنين، وزي ما وضحنا في الفيديو هل الجي او بيستبدل الاس يو؟ هو الجي او مش اختراع لقواعد جديده، هو شدد على اساسيات كانت موجوده لكن كان في ناس بتهملها، واصبح الان ليها اهميه اكتر بكتير، وبقى بتتعامل بطريقه مختلفه شويه. وبالتالي الجود اس يو is good for any search engine، سواء بقى كانت search engine ده جوجل، بينج، تشات جي بي تي، جيميناي، بربلكسيتي، كلود، whatever. الاساس واحد، وهو فهم السوق، بناء بنيه معرفيه وبناء authority. اللي شغله صح على الاساسيات دي موقعه بيظهر في الاي اي سيرش من غير ما يعمل جي او اصلا. مش بقول ما نعملش جي او، ولكن بيبقى باي ديفولت بتظهر في الجي او او في الاي اي سيرش، وده اللي شايفينه في مواقع كتير بنشتغل عليها. طب لو الاس يو ما ماتش، ايه اللي مات فعلا؟ في بالفعل انواع معينه من الاس يو السطحي ماتت، يعني موقع قائم على وات از كذا كذا، او موقع مستهدف 50 كلمه مفتاحيه مش بيستهدف انتنت بعينها، محتوى مولد بالاي اي بشكل كبير بدون استراتيجيه واضحه، ترافيك فور ذا سيك اوف ترافيك، اي محتوى خلاص بدين كونفرجن باث، باك لينكس من مواقع راندوم، كونتنت مكرر بدون اي اوريجينال ريسيرش. ده كان اس يو سطحي من الاول، الاي اي ما قتلوش، الاي اي بس كشفه. طب في اجزاء من الاس يو بقت اقوى من الاول، يعني تحولنا من الكيورد انجينيرنج للانتيتي انجينيرنج. البراند بتاعك لازم يكون مبني على انتيتي واضحه، وفي نولج جراف واضح، مش مجموعه كيوردز. تحولنا من اللينك بيلدينج العشوائي او حتى اللي بيمشي الى منشنز بيلدينج، ان انت بتبني منظومه حول الموقع بتاعك. الاي اي بيعتمد على المنشنز اكتر من الباك لينكس، ناس بتتكلم عنك في مقالات موثوقه، ده سيجنال اقوى من الباك لينك. تحولنا كذلك من الاهتمام بالترافيك الى الاهتمام بالفيزيبيليتي، مش مهم انك ترانك في 1000 كيورد، المهم تكون الاختيار اللي الاي اي بيرشحه لما العميل يسال عنك او يسال عن الخدمه اللي بتقدمها. تحولنا من مجرد رانكينج الى ريتريفابيليتي، زي ما قلنا في فيديو كيف يعمل الاي اي، وان السعي البراند بقى انه يكون الريكومنديشن، مش ان هو بس مجرد ان هو يرانك. السؤال اتغير من ازاي تصدر الى ازاي الاي اي يقدر يسحب ويفهم ويرشح المحتوى بتاعي، بلس طبعا جوجل مع التغيرات اللي حاصله فيه حاليا. ده محتاج بوتوم اوف ذا فانل وميدل اوف ذا فانل قوي جدا في المحتوى بتاعك، ومحتاج اوريجينال ريسيرش وديتا مش متوفره في مكان تاني، محتاج ستراكشر ديتا قوي، محتاج سكيما مش زي اللي في البلجنز بتحطه، محتاج authority وريبيتيشن حقيقيه من مصادر كتير ومتنوعه، ومحتاج اهتمام بالسي ار او الكونفرجن باث زي ما اتكلمنا قبل كده في اهميه السي ار او للمواقع. بقى في اهتمام اكتر بانك تكون موجود في مالتي بلاتفورم مش بس موقعك. التحول الحقيقي اللي حصل مش انه حصل من سيرش انجن الى اي انجن، انما التحول الحقيقي حصل من سيرش انجن الى مالتي بلاتفورمز. وبالتالي السؤال اتغير، بدل ما ازاي تصدر في جوجل، ازاي يبقى الكيان اللي النظام سواء كان جوجل او الاي اي يثق فيه ويرشحه. مفهوم النظام ده اوسع من مجرد جوجل، دي منظومه بحث كبيره، جوجل، تشات جي بي تي، بيربلكسيتي، يوتيوب، ريدت، تيك توك، لينكدين، كل واحد فيهم بقى سيرش سيرفيس. اللي حصل ده فرصه مش تهديد، لان اللي مبسوط ان الاي اي جه هو اللي فاهم ان ده بيفلتر السوق لصالحه، وان عارف ان هو شغال صح، وبالتالي ده فانل جديده للظهور وللليدز للموقع بتاعه. فالاس يو مش بيموت، الاس يو بيتنقى. اللي بيشتغل اورجانيك جروث حقيقي وبيفهم الماركت وبيبني ستراكشر وبيبني اوثورتي هو اللي بيكسب في المرحله الحاليه وفي المرحله الجايه، وهو تقريبا اللي بيكسب طول الوقت. اللي لسه عايش بقى كيوردز، بلاجنز، مقالات اي اي بدون كونتكست وبدون استراتيجيه هو اللي بيموت، واللي كان بيموت حتى قبل الاي اي. الشركات اللي هتكسب مش الشركات اللي هتتعلم الجي او او الاي او كفريم ورك مستقل، وانما الشركات اللي هتبني منظومه اورجانيك جراث متكامله تلبي المتطلبات الجديده وتنقح وتكمل على الشغل القديم. وهنا نكون خلصنا. خد تحدي صغير كده، روح لتشات جي بي تي وريبلكسيتي بس من حساب غير حسابك، واسأله السؤال اللي العميل في الغالب بيسأله عنك قبل ما يشتري، وليكن مثلا ازاي اعمل
كذا، او ايه افضل الادوات لفعل كذا، وشوف هل البراند بتاعك مذكور، هل مذكور من ضمن المنشنز في الريسورسز بتاعته، هل مذكور من ضمن الريكومنديشنز، ولو مش مذكور مين اللي مذكور، ولو مذكور ليه. وهنا هتفهم ان التغير مش الاي اي من عدمه، وانما ان البيزنس ده بيقدم فاليو حقيقيه ولا لا. وشكرا لاستماعكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.